استكمالا لسلسله المواهب اللي احنا بنظهرها اسبوعيا لمحافظه البحيره. النهارده معانا موهبه جديده في الغناء، معانا محمد حسب الله. تعالوا نسمعوه وتعالوا نشوف لقاءنا كان معاه هيقول لنا فيه ايه. معنا اليوم المطرب محمد حسب الله، مطرب الموسيقى العربيه. الاول بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيب وهابي نيو يير. انت بالصحه والسلامه، ميري كريسماس، وكل سنه وكل اخواتنا الاباط بخير، وكل مصر وكل الناس تبقى سعيده ان شاء الله. في البدايه كنا عايزين نعرف انت امتى بدات الغنى؟ والله انا بدات الغنى من فتره الثانويه العامه، كانت في مدرسه الثانويه العسكريه، وكنا في اوبريت اسلامي عن فلسطين وعن سيدنا محمد ايام الانتفاضه الثانيه، وكنا بنقول فيه بعض اغاني وطنيه واغاني دينيه. ده كانت البدايه في الثانويه العسكريه. بعد كده دخلت المعهد، معهد الخدمه الاجتماعيه بدمنهور، وابتدينا في كورال المعهد، وكان من السنه الثالثه اشتركت في كورال المعهد، وكنت الحمد لله من الناس اللي واخده سولو من اول سنه، كنت بغني فردي يعني. وفي البكالوريوس الحمد لله ربنا وفقنا، ودخلت اسبوع شباب الجامعات، وكنت من المشاركين مع منتخب الوزاره. والحمد لله السنه اللي بعد منها بعد البكالوريوس دربت معهد الخدمه الاجتماعيه، واخدت بيهم مركز ثاني على مستوى الوزاره. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه، وبقدم احلى فرحه ومعانا متنسه. يا ليل طول شويه عالصحبه الحلوه دي، يا ليل طول شويه عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ده الغالي غالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي ولا عمره بيتنسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. وبدور أفراحي غنوة اجعل أيامنا حلوة، وبدور أفراحي غنوة اجعل أيامنا حلوة، وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي غالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي ولا عمره بيتنسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. يعني الحمد لله ربنا وفقني برضو، وانا في فرقه البحيره الموسيقى العربيه كنت بغني قصايد. زي في سنه 2010 غنيت قصيده الصبا والجمال عن محمد عبد الوهاب، طبعا اللحن محمد عبد الوهاب موسيقار كبير، وخدت بيها على مستوى الجمهوريه مركز اول. وكانت السنه اللي قبل منها عن سيد درويش، وخدت بيها مركز تاني على مستوى الجمهوريه. بعد كده الحمد لله الفترة دي ابتديت أعمل شغل خاص بيا، شغل أغاني فيديو كليب. يعني كان أيام الثورة في 2011 عملت أغنية اسمها 30 سنة، واشتركت بيها برضو عن طريق أصول الثقافة في مسابقة أوبرا القاهرة، وكانت أخدت من أفضل 15 أغنية من ضمن 85 أغنية مشاركة، وغنيتها على مسرح أوبرا القاهرة. وحاليا ليلة راس السنة ربنا قدرني وعملت فيديو جديد رومانس هو بعنوان أعيش لمين. والحمد لله يعني اللي اتفرج عليه الحمد لله اثنى عليه، واتمنى انه فعلا يكون لقى قبول كويس. عشت وانا فاكر اني من شوقي هبقالي، حياتي عدت قدامي ما
فكرتش إلا فيك وحلمت بيك. طب ده كله يبقى ايه؟ عشت وانا فاكر اني من شوقي هبقى ليك. حياتي عدت قدامي ما فكرتش الا فيك وحلمت بيك. طب ده كله يبقى ايه؟ ما هو يمكن عشنا لنا يومين صعب الاقي زيك فين، وهو من بعدك عايش حياتي مش عارف اعيش لمين. ما هو يمكن عشنا لنا يومين صعب الاقي زيك فين، وهو من بعدك عايش حياتي مش عارف اعيش لمين. عدى يوم والتاني وانا بشتاق لك مش ناسيك. بيقولوا عايش حياته ازاي بقى سهل عليك تنساني يوم مع اني مش ناسيك. عدى يوم والتاني وانا بشتاق لك مش ناسيك. بيقولوا عايش حياته ازاي بقى سهل عليك تنساني يوم مع اني مش ناسيك. عدى يوم والتاني وانا بشتاق لك مش ناسيك. بيقولوا عايش حياته ازاي بقى سهل عليك مع اني مش ناسيك. يمكن عشنا لنا يومين صعب الاقي زيك فين، وهو من بعد عايش حياتي مش عارف اعيش لمين. ما هو يمكن عشنا لنا صعب الاقي زيك فين، وهو من بعدك عايش حياتي مش عارف اعيش لمين. ربنا يوفق ان شاء الله. الفتره الجايه بشتغل في حاجتين كمان، حاجه تتر برنامج وشغل تاني رومانس ان شاء الله. اتمنى ينزل على الفالنتاين داي ان شاء الله. بس تمام. واحنا بندردش معاك قبل اللقاء قلت لنا ان خلاص يعني الفتره الجايه ان شاء الله ممكن نشوفك على مسرح الاوبرا في اسكندريه. والله ان شاء الله دي برضو حاجه من ضمن اللي بسعى عليها اليومين دول او بقى لي فتره. وقابلت المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وان شاء الله الفتره الجايه هكون باذن الله من المشاركين مع فرقه اوبرا اسكندريه للموسيقى العربيه على مسرح اوبرا اسكندريه واوبرا دمنهور واوبرا القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله الناس تستناك على مسرح دار اوبرا دمنهور ونستمتع بصوتك الجميل. ان شاء الله، وانا سعيد جدا باللقاء ده، واشكر الاستاذ اسلام امين اللي عمل معايا اللقاء، واتمنى اللقاء ما يكونش تقيل على الناس، وان شاء الله باذن الله نتقابل في لقاء جاي واغنيه جايه ان شاء الله قريب باذن الله. شكرا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، انتظروا مننا المزيد من الفيديوهات، وزي ما وعدناكم اي حد عنده اي موهبه سواء في الشعر، في الغناء، في التقليد، في التمثيل، في العزف، ايا كانت الموهبه يقدر يتواصل معنا على الفيسبوك وان شاء الله نظهر. شكرا.